الجميل والجو البارد والماطر الجميل أيضا. نتمنى مشاهدينا الكرام أن ينال برنامجنا الخاص هذا بمناسبة عيد الاستقلال رضاتكم واستحسانكم، وكونوا معنا ونحن معكم. أولا مساء الخير، ممكن تعرفنا على حالك؟ مساء النور، أنا أستاذ صالح الدوم من السودان، مدينة كسلة. طيب يا أستاذ صلاح، أنت طبعا جاي من السودان، هل دي هي أول زيارة لك هنا في أريتريا؟ نعم، أنا دي الزيارة الثالثة لأريتريا لحضور احتفال الثورة العظيمة، الثورة التي انتصر فيها الشعب الأريتري العظيم وكون هذه الدولة العظيمة. فنحن حريصين جدا في السودان انه كل فترة نأتي لنشارك اهلنا في اريتريا احتفالاتهم بعيد الثورة، فهنيئا لهم بثورتهم هذا، ونتمنى لهم مزيد من التقدم والنجاح. طيب يا أستاذ صلاح، كونك قاعد تشارك معنا في عيد استقلال إريتريا الثاني والعشرين، إيش شعورك يعني كونك تحتفل معنا هنا وسط الشعب الإريتري؟ كيف يكون شعورك؟ أنا حقيقة شاركت في أول عيد لثورة الإريترية في عام 91، وهذا العيد الثاني والعشرين حقيقة يعني وجدت هناك طفرة عظيمة جدا. وجدت أن هناك تقدم يعني منذ عام 91 وإلى العام 2013، أن فعلا الشعب الأريتري هو كان شعار هذه الثورة التصدي والصمود والعمل والعزة، وفعلا هذا ما وجدته على أرض الواقع في أسمر العاصمة الأريترية. فهنيئا لهم بعيد ثورتهم الثاني والعشرين. طيب يا أستاذ صلاح، آخر كلمة لو عايز تهني أو لو عندك آخر كلمة عايز تقولها؟ أنا يعني في ختام هذه الكلمة أتمنى من صميم قلبي ولسان حالي وحال جميع السودانيين في جميع المدن السودانية بأن الشعب الأريتري يظل شعب حر عظيم متقدم بإذن الله تعالى، وأن يكون دولة رائدة في القارة الأفريقية كما عهدناه. فهنيئا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب يا أستاذ صلاح، إن شاء الله تحتفل معنا في الأعياد الجاية إن شاء الله. أسأل الله تعالى إن ربنا مد في الأعمار وأصبح في العمر بقية، إن شاء الله نعد الشعب الأريتري نكون حضور في العيد الثالث والعشرين إن شاء الله. إن شاء الله.